السلام عليكم بنات، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. نلقاكم لا فيديو ديالي وانتم في كامل الصحه والسلامه. واليوم جديد وفيديو جديد. والصلاه والسلام على الحبيب البنات. نتمنىكم تكونوا مهم كامل الصحه والسلامه. سمحوا لي المقدمه طويله. ان شاء الله البنات غادي نشارك معكم، عندي واحد 3 دجاجات غادي نشاركهم معكم بالغسيل ديالهم، بالتحضير ديالهم، بجميع الطرق وجميع النصائح. وهانتوما معايا ان شاء الله البنات. انا شللت الدجاج ديالي من الدم حاشاكم، وان شاء الله في هذا الماء هذا غادي نضيف هذه الملحه هذه. راني فريكت من داك الدميات الاولى. والبنات هنا عندي واحد كاس ديال الفورص. صدقوني البنات الدجاج ما كيبقاش ريحه الزفوريه نهائيا. عندي البنات معلقه كبيره ديال سكينجبير، وعندي هنايا الحامض. هانتوما حامض غادي نقسمو، غادي نحلو اللب ديالو. صدقوني البنات، وهذا غادي يضل الدجاج ديالي غيضل في هذا حتى الليل ان شاء الله، حتى العشيه عاد غادي نحيدو من هذا الشيء هذا ونخليه ينشف. داك الساعه غادي نشرب له قدامكم. نتوما البنات هاد الدجاج انا غنطيبو معكم في الفران ان شاء الله. غزال البنات كيجي بلا عذاب، وما تعانيوش مع اختكم حفيظه، ديما الاسهل. نتوما البنات هاد الخلطه واعره. صافي غندير دابا الدجاج ديالي هنايا. هانتوما البنات هاني ديك الخلطه راني غندير فيها الدجاج ديالي. صدقوني البنات الدجاج ما كتبقاش ريحه الزفوريه في مره يعني حنا عارفين الدجاج شويه صعيب. وبالنسبه للبنات المبتدئات اللي مازال عاد بادين، ما راه تبارك الله كلشي دابا كيعرف كلشي ما شاء الله. المهم البنات غادي نخليهم فهاد الخلطه هنايا 4 سوايع 5 سوايع، شحال ما قديتو كان مزيان. منين غادي نشللهم غادي نوريهم لكم ان شاء الله. المهم البنات هذا هو يعني باش كنغسل الدجاج ديالي بعد ما شللته من الدم، كنرقدو في هذه الخلطه هذه وان شاء الله تتابعوني. هانتوما البنات في التحضيرات ديال هذه العرضه اللي عندي غادي ندير معكم واحد تشيز كيك ساهل ماهل في اسرع وقت بلا فران بارد. المهم البنات انا عندي هنايا البسكوي. هنا اختاريت ناخذ هيرنيس، درت 6 ديال نتاع درهم فقط، 6 ديال شاسيات. انا غنطحنهم قدامكم و غنطحنهم وغادي نخلطهم بنص الزبده. عندنا فيها 250 غرام يعني 125 غرام. المهم انا غنخدم قدامكم كلشي. انا غنطحنها دابا. هانتوما البنات راه طحنتو، غندير فيها البنات واحد القبيصه د الملحه غير شويه باش كتعادل الذوق ديالنا، وغادي نخلطها بالزبده. نتوما البنات غير قبيصه. وبالنسبه للمول انا درت لهم البنات باش ما يلصقش ليا، درت الورق الغذائي وغادي نخلطها بالزبده ونسرحها في المول. وهانتوما معايا باش نوجدوا الكريمه. هانتوما البنات بعد ما درت الزبده ديالي 125 غرام البنات، شدت لي في هذه القطع ودابا غنديرها في المول وغنديرها في المجمد وغنخدم معكم الكريمه ديالي. صدقوني البنات هاد التشيز كيك زوين وعملي دغيا توجدوه. غنسمح معكم غير بيدي البنات، هما زويون كيجيو واعر يعني تحطوه كديسير واعر. هانتوما المهم انا غنسرح نكمل التسريحه ديالو وغنديرو في المجمد وانا معكم في الكريمه في الكاسونه. هانتوما البنات بالنسبه للكريمه الطبقه الاولى اللي غادي ندير، عندي هنايا 3 المعالق ديال المايزينا. انا نديرهم في الكاسرونه هي الاولى، وغادي نزيد معاهم البنات السكر بالحليب 2 معالق سنيده، وغادي نديرهم يغليو معايا. وغادي نزيد لهم البنات انا حطيت التفاصيل، غادي نزيد معاهم 12 قطعه ديال الشوكولاط كحل. وراه المهم فيها 3 طبقات، كل طبقه غنخدمها غادي نوريها معاكم. ساهله ماهله البنات وزوينه، تشكروني عليها ان شاء الله. تابعوني البنات وشجعوني، كنشكركم بزاف بزاف. هانتوما البنات غادي نرد هذا فوق العافيه. انا غندير عليه 2 معالق السكر بالحساب لا غير. هانتوما البنات بعد ما سخن ليا الحليب ديالي مع داك المايزينا راه غنضيف له داك القطع د الشوكولاط تهاد الشوكولاط ان شاء الله وتعقد ليا. وغادي نجبد هذيك من الكونجيلاتور ونخويه ان شاء الله.
عاوتاني حتى تشد راسها ونوجد معكم الطبقه الثانيه. هانتوما معايا البنات، المهم هانتوما هي كتعقد. وصدقوني البنات هاد التشيز كيك زوين بزاف وبنين وزعما الصراحه واعر، تحطيه ديسير شي حاجه طوب وماشي مكلفه. هما البنات بعد ما عقدت معايا انا غادي نطفي عليها خواتاتي ونخليها واحد شويه، واحد 5 دقائق عاد نخويها فوق داك البسكويت اللي صايبت معاكم. هانتوما صافي دابا راه غنطفي عليها العافيه حيت راه عقدات. هانتوما البنات بعد ما درت البسكويت ديالنا في الكونجيلاتور، هانتوما راه قصاح. دابا غنخوي عليه هاد الكريمه ديالنا وغادي نردوها تبرد غير في الثلاجه حتى تشد راسها ونوجدوا الطبقه الثانيه ان شاء الله. صدقوني البنات هاد التشيز كيك كيجي واعر وزويون، نتمنىكم تجربوه وتردوا عليا الخبر. المهم انا غنديرها في الثلاجه ومن نبغي نوجد الكريمه الاخرى عاوتاني غادي نشاركها معكم. نتوما البنات بعد ما الطبقه ديال نتاع الشوكولا هي شدات راسها درتها في المجمد، دابا غادي نخدموا الطبقه الثانيه ان شاء الله، الثالثه، حيت الطبقه الاولى ديال نتاع البسكوي والطبقه الثانيه ديال الشوكولا وهاد الطبقه عاوتاني ديال ان شاء الله الكريمه غنديرها بمذاق الكراميل. هانتوما معايا غنحتاجو هنايا البنات 4 المعالق ديال السنيده، غنديرهم يذوبوا معايا هنايا دابا فوق النار. وغادي نحتاجو نص سيطرو د الحليب، ونحتاجو هنايا 4 المعالق 3 المعالق ديال مايزينا. اللي عنده البنات كريم كريم باتيسري يدير كريم باتيسري، ما كاينش فرق. المهم انا نخدم قدامكم اخواتاتي وهانتوما معايا البنات. هانتوما عندي هنايا نص سيطرو ديال الحليب، غادي نزيد عليهم هاد مايزينا والكراميل ديالي خلاص هو كيذوب. من غيذوب الكراميل غنخلطو تمايا. المهم هانتوما معايا اي حاجه راه قدامكم اخواتاتي. هانتوما البنات بعد ما داب ليا داك السكر ورجع كراميل غنخوي عليهم هاد الحليب اللي زدت فيه. متخافوش البنات اللي زدت فيه المايزينا. المهم هانتوما غنبقى كنحرك فيه ما تخافوش دابا يذوب. هانتوما المهم هانتوما معايا راه فاش هانتوما البنات داك الكراميل ها هو داب. دابا غادي نخلي الكريمه تعقد معايا وهانتوما معايا خواتاتي. هانتوما البنات شوفوا الكريمه ديالي عاقده تبارك الله. دابا هذه هي الطبقه التاليه، بقى لنا دابا غير الكاناج غادي نخدموا معكم ان شاء الله. وهانتوما معايا خواتاتي. هانتوما البنات هذه الطبقه الثالثه، بقى لنا الكاناج ان شاء الله غنخدموا معكم. غزال كيجي واحد الكاناج اصلا هاد الشيز كيك شي حاجه راقيه كيجي. نتمنىكم البنات تجربوه تردوا عليا الخبر. في الثلاجه بلا وجدت الكريمه الكاناج التالي. البنات هانتوما بعد ما راني كنخدم معكم هكا وهكا، يعني هذا الفيديو شويه مرون. المهم البنات عندي في داك الشرموله ديال داك الدجاج ان شاء الله هادو اللي غادي نحمرهم. عندي هنا البنات حامضه مصيره، وعندي هنايا الثومه بحال هكا يعني مجموعه، وعندي هنايا 2 معالق كبار ديال الربيع، وعندي البنات هنا سكينجبير، قزبر مطحون، بزار، شويه الملحه، شويه القرفه، السمينه البنات والهريسه، وهذا المكعب ديال زعفران الشعره. غادي نطحنهم البنات وانا غنشرمل قدامكم دوك الدجاجات ونكملوا الكاناج ديال ديك التحليه. البنات هانتوما بعد ما طحنت اخواتاتي ديك الشرموله اللي شاركتها معكم، صدقوني البنات مذاقها زعما رهيب، المذاق ديالها واعر. ديروها البنات وردوا عليا الخبر. هانتوما البنات الدجاج ديالي تبارك الله شوفوا كي داير بالبيضيه كله بيض، حيت هما البنات الشرموله ديالي بعد ما طحنتها اخواتاتي دابا ان شاء الله غادي نشرمل بها الدجاج ديالي. والشرموله اللي بقات لي البنات غادي نخلطها في الفيرميسيل. المهم انا غادي نزيد الاضافات قدامكم. والدجاج البنات شوفوا تبارك الله مغسول، حتى بديت نشرمل فيه قلت راه نوريه لكم شو تبارك الله كي داير. وهانتوما معايا خواتاتي. هانتوما البنات الفيرميسيل ديالي هانتوما كما العاده كلشي كنعرفوا نصايبوه تبارك الله. انا زدت عليه هنايا الزيتون المقطع، وجدت هنا واحد العلبه ديال الشامبينيون، ودابا غادي نخويه عليه هاد داك الصوص اللي وجدت للدجاج، داك الحامضه مصيره. صافي هذه هي التعميره ديالنا ان شاء الله البنات. وصافي وغادي نعمرهم المهم دابا نكمل كلشي قدامكم ان شاء الله. انتم البنات بعد ما عمرت الدجاج ديالي شوف اخواتاتي راه الضحك ومشرموله وكلشي. دابا البنات راه غيبات في هاد الشرموله. هانتوما البنات في هاد التكاكي هادو غادي نحشي طريفه الزبده.
باش ان شاء الله غير يعني غير نبغي نشعل الفران. البنات انا راه نبيت الدجاج بحال دابا الليل راني كنخدمهم معاكم. في النهار راكم شفتوا بحال التغسيل بحال الرقاد بحال كلشي، ودابا في الليل ان شاء الله باش غدا في الصباح الا كتب الله غير نشعل الفران عليهم. كلشي غنديرو قدامكم. ها نتوما البنات حيت هذا غيطيب في الفران. وبالنسبه للبنات لهنايا راه غندور الخيط قدامكم كما غندورو قدامكم دابا. ها نتوما البنات غنديرو دابا الخيط بلا ما نضل عاد كنخيطو ونحمق راسي، غندور عليه غير الخيط. نتوما البنات كنبخل على خواتاتي حتى بشي حاجه. نتمنىكم حتى نتوما ما تدعموني في القناه ديالي وتولي البنات اللي عاد جدادين كنتمنىكم البنات تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. صافي البنات كنمشي معاهم هكا خواتاتي باش ما تحلش ليا ديك التعميره ديالي. صافي. وبالنسبه فاش غادي يطيب، اما البنات اذا عندكم ليمون الدجاج ديروا في المول الدجاج، ما عندكمش غير المقله ثقيله ديال الغرض. انا راه عندي ليمون وغادي نخدمهم، غندير هادشي يطيب معايا غير في المقله ان شاء الله الوجديه. صافي. وهاني دابا ساليت هذه الطريقه البنات عمليه حسن ما تبقاو كتخيطوا. دايره هذا اللون هذا باش يبان ليا. ها نتوما صافي غادي هكذا. صافي غنحطهم على الصدر ديالهم. هانتوما البنات ها هو المول ديالي على الصدر ديالهم. صافي. ونشعل عليهم الفران ان شاء الله. هانتوما البنات بعد ما ساليت الدجاج ديالي قديته، المهم راه البنات كندير كاس ديال العنبه نتاع الزيت وكنخليوه حتى يجي داير الغليه، وكنقصوا البوطه وسيروا خواتاتي تخدموا شغلكم. والدغبيره خلاص غنشاركها معكم. المهم كياخذ معايا ساعتين ساعه ونص. انا كندير النار غير مهيله كياخذ معايا ساعتين الا ربع. المهم هكا بغيت هذا راه المهم على نظركم غادي نوريكم انا. ودابا ان شاء الله راه غنبيتو هكا باش ان شاء الله الصباح غير نوض نشعل عليه البوطه. وبالنسبه للبنات الكاناج ديال هانتوما البنات الكاناج ديال التشيز كيك ديالنا، عندي هنا 100 غرام ديال الشكلاط البنات بيض، وعندي واحد المربع راه فينا كحل ودانيت، وغادي نديرهم في بان ماغي قدامكم اخواتاتي. هانتوما البنات هو في بان ماغي غيدوب معايا. غادي نديرو فوق التشيز كيك ديالي. صافي. وهانتوما معايا بعد ما التشيز كيك ديك الكريمه الطبقه الثالثه شدات راسها. انا خواتاتي دابا هذه هي اللي دوبت معكم في بان ماغي. غنخويه في الوسط وتزيين البنات حسب الرغبه. انا عندي البنات هانتوما بعد ما درت الكاناج ديالي انا عندي هنا شويه الكركاع، غادي نزينها خواتاتي بالكركاع وغادي نردها في الثلاجه ان شاء الله نبغي ونقدمها معكم ان شاء الله، نوريكم الشكل النهائي ديالها. وهانتوما معايا بس البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الدجاج ديالنا. كنتمنىكم البنات تجربوا هذه الطريقه وتردوا لي الخبر. وبالصحه والراحه وسمحوا لي الا شهيتكم. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالنا ديال التشيز كيك. البنات غزال تبارك الله روعه. كنتمنىكم البنات تجربوه وشي كومونتير زوين بحالكم. ونهاركم مبروك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.